الدقه دي انا بعشقها، بحب اهم حاجه في السمك هي الدقه دي، بحب احط كده على السمك وافتح السمكيه واكل. ماشي. بما اني بقى يعني الاكل طعمه حلو قلت ايه تحفه، مش انا اللي عاملاه، لا مش مني شهد العروسه، لا بجد تحفه والله العظيم بجد. دي بقى خليها كده عايزه عشان الشوايه. مامي تعالي انت كده يا مامي مش عارفه كده بصور يا مامي. يلا استني نجيب هنا بقى حاجه السلطه والحبشتكنات عشان لما اخش يعني جوه المطبخ ما افضلش رايحه جايه، احط كل حاجه جنبي هنا. خلاص عارفين. وانت اصلا مش معايا. هنعمل الرز الاول هجرب بقى نلعب كده عشان لو حصل لا قدر الله حاجه نبقى على الهوا عشان لو فرقعت في وشك تبقى ايه على الهوا. يا ماما بايه تعملي بعدين عشان ما تجهديش نفسك. لا بحب المره. هعمل بقى الرز الاول بتاع السمك وبعدين ابدا اقلي واعمل السلطه. بصوا بقى هسيب لكم الرابط بتاع التتبيله بتاعه السمك والطريقه هسيبها لكم في الوصف ده فين، هتنزلوا كده تحت الفيديو هتلاقي علامه السهم كده، دوسوا عليها هتبصوا تلاقوا الرابط بقى ايه موجود تحت. وانتوا بقى تحت كده بتشوفوا السهم بالمره متنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو. اللي مش عامل اشتراك للقناه اول مره يشوف قناتي يشجعني كده باشتراك حلو ويفعل الجرس عشان كل لما اعمل فيديو ينزل لكم بيه ايه اشعار جديد. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عارفه ان انا وحشتكم قوي 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 قوي، عارفه. بعد ما الزيت قدح بقى ايه انزل بالبصل كده. ايه رايكم بس في القعده دي حلوه مش احسن من المطبخ بقى والحر، واحنا في الشتاء بس كمان عشان ما اوسخش بقى البوتاجاز وكده يعني والدخان والسمك، فانا فضلت اعمل بقى الشعله دي واعمل المكان ده عشان لما اكون بعمل سمك مشوي بقلي سمك بعمل اي حاجه، بعمل الحاجات اللي بتدخن وبتبهدل الدنيا دي اعملها هنا وانا قاعده. وكمان بقى عشان رجلي بتوجعني وعندي خشونه ربنا ما يوريكم اللي انا فيه ما بقدرش اقف، فبحب استسهل بقى واقعد على الشعله كده واعمل كل حاجه وانا قاعده. متنسوش بقى اللي تشجعوا الفيديو كده بلايك حلو، اللي ما عمليش اشتراك اول مره يشوف القناه بتاعتي يعمل اشتراك للفيديو للقناه مش للفيديو يعمل اشتراك لايه للقناه مش للفيديو. انا هنا حاسه ان البصل حاسه ان البصل واخد بالك انت عايز شويه زيت، حسيتها يعني ناشفه كده ما فيهاش زيت كفايه فحط لها شويه زيت كمان، مش خسرانين حاجه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله يعني اصلا القعده هنا لوحدها تشجع كده الواحد يطبخ ويعمل كل حاجه. فانا خليت بقى المكان ده المفضل ليا لما اكون بعمل محشي بعمل اكل. هنا بقى الفرن بتاعي، روحوا شوفوا وريني الفرن بتاعي. وهناك انا بتكلم اللي بيصوروا ده مش هيمشي اللي بيصور مش هيكمل معايا. عايزه اداره يا جماعه تصور كده، اداره حلوه كده تصور وتمنتج كده، عشان اللي معايا دول مش هيريحونا، مش هنتفق مع بعضنا. ممكن تعملي بس ستوب وتروحي تجيبي له الطاسه تاني. جبتليش حته امسك بيها، عايزه فوطه بتاع طعم
نقلب بقى الرز كده لحد ما يتشوح شويه. انا ما في ناس بتزود الميه على البصل على طول، بحب لا اشوح الرز كده وبعدين ايه ازوده. هاتيلي بقى الفوطه ومعلقه وهاتيلي علبه السمنه روحي. انا زودت الرز اهو، حطيت عليه معلقه سمنه بلد عشان يبقى حلو كده، وزودت وظبطت ملح وظبطت حاله. هغطي بقى عليه ونروح نعمل السمك والسلطه بسرعه، ثانيه الا ثانيه، في ثانيه الا ثانيه. وطيت على الرز وشايفين الليمونتين الحلوين دول. الليمون دوت لما بغسل السمك ما برميهوش، عارفين يعني انا عايلاكم قبل كده في كذا فيديو، مش برميه عشان الليمون دوت بيخلي ريحه الزيت ما تطلعش زفاره، يبقى ريحه السمك طالع ريحته كده تحسيه ليمون شويه، او معنى اصح بيمنع ريحه الزفاره. يعني حتى لو ما طلعش ريحه ليمون مش هيخلي زفاره يعني، عرفتي؟ بس اما الزيت بقى يقدح شويه عشان يبقى مقرمش، هخلي الزيت يقدح جامد ويسخن، وبعد ما احط السمك اتبل بقى السمكيه كده في دقيق، وممكن تحطها بعد ما تحطها في دقيق بميه وملح، يبقى معاكي صينيه كده فيها ميه وملح. بعد ما تحطي الدقيق تحطي في الميه بملح بكمون دقيق وترجعي على البوتاجاز. بس انا مش حابه الخطوه، عادي يعني بيها او من غيرها السمك بيبقى مقرمش وحلو برضه صراحه. يعني عملتها برضه قبل كده بميه والتتبيله بتاعت الميه دي كانت مقرمشه، وبرضه دلوقتي كده مقرمشه، مش هتقول لا يعني. فاهمين شايفين اهو. هنتبله بقى عادي زي ما احنا بنعمله كده، وبعدين ايه هنروح قليه. انا بقى طبعا بحب اشكر بقى الدول العربيه اللي بتتابعني كلها من بره، مصر والسعوديه وقطر والامارات وسلطنه عمان. تحيه خاصه جدا جدا لسلطنه عمان والسعوديه طبعا على راسي، وقطر والمغرب ومصر طبعا. كل الدول اللي بتتابعني وبتبعت لي في الكومنتات وبشوف المشاهدات بتاعتها، بشكركم جدا طبعا. و تنسوش بقى تحطوا لنا ايه لايكات كتير كده. هو حد يزعل مني واكون نسيت حد؟ اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني بحبكم كلكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا بقى انا قلت ايه اعمل السمك ده ليه كده بقى، والقعده ديت زي ما قلت لكم عشان ما بهدلش بقى الدنيا جوه، خليت المكان ده للسمك بس. بعد ما حطيتها بقى كده والنار عاليه عليها، اول ما تبدا تستوي ههدي النار شويه عشان ما تتحرقش وفي نفس الوقت ما تبقاش نيه من جوه. السمك ده بقى انا عاملاه النهارده عزومه كده عشان اختي وولادها بقى جايين عندنا النهارده يتغدوا، فقلت بقى ايه لازم اغديهم واعمل برضو فيديو وافضحهم على اليوتيوب واي حد هياكل عندنا هنزله على اليوتيوب، انتوا حرين ماشي. بقى ولا هاتي فين. هو انا خلصت بقى ايه بعد القعده الجامده بتاعتي اللي انا قعدتها ديت. عملت بقى السمك وعملت رز وعملت سلطه. طبعا الدقه دي انا بعشقها، بحب اهم حاجه في السمك هي الدقه دي، بحب احط كده على السمك وافتح السمكيه واكل ماشي. بما اني بقى يعني الاكل طعمه حلو قلت ايه تحفه، مش انا اللي عاملاه، لا مش مني يشهد العروسه، لا بجد تحفه والله العظيم بجد. تسلم ايديا وحياه عينيا، وحياه عينيا تسلم ايديا. الناس اللي بتحب السمك بقى بيشوفوا الفيديو دلوقتي زمان بيقولوا يا بختها يا بختها بالسم يلا